احنا هنا العبور جاي يخضر اهو. كل سنه وانتم طيبين بقى، نزرع القمح اهو. هو بيحرث الارض الاول اول وش، وبعدين ايه يبذروها، وبعدين يجي بقى ايه بتاخد وشين. وهنا كان جوزي برضو بيحشر الباقي اهو، هيخلص حش وهيروح يبذر القمح ان شاء الله. دي كان هنا كده اخويا بيحرق كده بالجرار، الله يبارك له يا رب في صحته. واحنا هنا العربيه اللي ماشيه دي، احنا هنا بعدنا بشويه كده السوق بتاع المواشي، فاحنا كنا يوم خميس وكانت العربيات رايحه وجايه كده ايه على السوق، الفلاحين اللي عنده جاموسه واللي عنده بقره واللي عنده حاجه بيودي. وكان ده ابني جايب ليمونتين، مش عارفه جايبهم من عند اخواتي عندهم شجره ليمونه، كان ابني عندهم بيجيب لنا ميه وجاب لنا ليمونتين. بس الجميل ده، وانا كنت هنا السيريز ده بقى عايز ايه، حته جبنه حادقه كده ورغيفين عيش حلوين مخبوزين كده، وتعالوا يلا بقى عشان نتغدى. شايفين جماله؟ السيريس الاحمر ده عسل اهو، ما شاء الله جميل جدا. يا حلاوه السيريس الجميل دي، يا حلاوه. اه دي خير ارضنا بقى ما شاء الله بقى. شويه السيريس دول بصراحه لو قلت لكم زي الخس مش هتصدقوني. خلي بالك احنا نفس يا جدعان احنا قبل نفتح الارض الثاني. يلا عم بسم الله نعمل الجسم. احنا كنا هنا كده بيبذروا القمح، ان شاء الله اما يخضر هبقى اوريهولكوا بره. ده كان جوزي وسلف، يا رب يعينهم يا رب ويقويهم ويجعلها خضرة يا رب. على فكرة اللي كان بيصور كان محمود ابن الصغير، انا اللي كنت بنقي سريس قدام خالص هناك ده هو، لكن التصوير ده بتاع محمود ابن. صلوا على النبي كده يا حبايبي، اللهم صل على حضرة جمال النبي. وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. انا كنت لسه بنقي سريس هناك اهو، لسه ما خلصتش. هنا طبعا اهو الوابور بيحرط، وهنا كانوا بيبذروا برضو وراه القمح اهو. نقل شويه السريس الجمال العسل دول ما شاء الله والله العظيم، سريس سكر. وهنا البرسيم دون برضو كنا بذروه لسه صغير اهو.
ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ثلاثة وتسعين. برضه 96. يلا عشان عايز افضل في اللي احنا بدرنا فيه تاني. خفيف. هو بدره حلو بس خفيف شوية. الحبايه اللي هي مضموره تقيله ازاي في اللون بتاعها في الجو بتاعها. كنت عايز على اساس لو اتبقد معانا حاجة نمشي فيها كلها قبل ما يغطي على السريع كده. يلا. ده كان هنا ابن رايح يشوف القمح وابوه قال له حش ده كفيه سوم، كان خايف عليه وكده. وهنا العبور كان خدها وش قدام منهم وهم نزلوا يبدروا القمح، هو حارتها كلها هي وهيرجع تاني بقى ورا منهم، هو بيحرط برضه ورا منهم علشان يغطي القمح، وبعدها بيومين بيقوم رايح جاي مزحفها بقى او مقصبها كده ينعمها. هي الحته دي بتاعتنا دي بسم الله ما شاء الله، يعني مش عارفه والله جوزها عامل لها كام كيلو قمح، لان هي 30 قيراط فبتحط لها بالكيلو، يعني يبقى عارف يتحط لها قمح قد ايه. انا مش عارفه، هو جوز اللي عارف. هي الحته اللي هم بيبدروها بيرجع ورا منهم تاني ويحرط، هو حارتها طبعا قبل ما هم ينزلوا يبدروا. هنا كان محمود ابن هيص وراه فرحان ماشي وراهم وهم بيزرعوا القمح بقى حاجه جديده عليه. العربيه رجعت من السوق تاني اهي.
الخشبه دي عشان تصور منهم وتداري القمح كده، لان لو سابوها فوق كده بتحمص ومش بتطلع. شايفين يا حبايبي الفول اللي احنا زرعينه جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهو، طلع بقى جميل اهو، بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين بجد؟ عقبال يا رب كده ما نيجي نجمع منه وتجمعوا معانا كده اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني طالع ما غابش منه ولا حبايه، لان الارض كانت طريه وانا بزرعه اهو. لو الارض ما هياش طريه مش هيطلع كله كده. طلع زماني، بصوا طلع بالتدريب زماني زرعاه هو كام ريشه؟ ادي 1 2 3 4، 4 ريش فوق بعض كده بالتدريب كده اهو. انا ببل الفول قبل ما ازرعه يجي ب4 ساعات، ابله ويكون الجسر طري وحلو كده وكويس، علشان اما ازرعه ما يغيبش منه حاجه. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كله الفلاحين عارفينه طبعا، دول فوق دماغنا من فوق كلتهم، لان طبعا الفلاحين دول اخواتنا وحبايبنا وكلتهم عارفين الحاجات اللي انا بقولها دي. بس طبعا الحاجات اللي انا بقولها دي لحبايبنا اللي هم مش فلاحين، اللي ما يعرفش يعني ايه زراعه فول اصلا اهو. وده طبعا البرسيم برضو لسه مزروع، لسه ما اتحشش ده، لان احنا كنا بادرين ده متاخر شويه. شايفين الشبت اهو، بسم الله ما شاء الله جميل، شبت فلاحي زي العسل اهو. شايفين ما شاء الله. دول مبدور بعد ما الارض اتكسر شرائها بشويه. كسر شرائها دي يعني ايه؟ يعني يروها. هو لسه صغير، اما يكبر شويه بقى نبقى نيجي ايه نقطف منه. الشجره دي ما شاء الله جميله اهي اهي. هقطف ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هقطف كده منها عودين على ما يبقى ايه التاني يكبر ابقى اجي اجيب منه. هي فينا بعد شجره ما شاء الله اللي مبدوره لوحدها دي حلوه كبيره اهي. شايفين الجمال؟ شايفين جمال الطبيعة؟ شايفين ما شاء الله. انا معيش شرف ولا حاجة اجيب بها، انا بجيب كده بايدي، لان انا اصلا انا اللي بصور ومش عارفة اجيب، مش عارفة اقطف اهو. بسم الله ما شاء الله بجد جميل جدا. ما شاء الله جبناهم من شوية حلوين. يلا كفاية كده اهو، جبنا ربطة جميلة اهي. مش عارفة البنجراية ده هي ميتة فيها ايه، تحتها دودة او قرادة او حاجة واكلاها، يعني مش عارفة والله. بقول لابن اختي يبقى يجي يشوف.
لان ده ارض ابن اختي على فكره، احنا ارضنا بني اللي جنب الارض بتاعتنا اللي جنبهم ده على طول، بينا وبين بعض ايه زروق بس. اوعى يا حود، اوعى يا حود اهو.